السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا يا جماعة أنا حابب كل اللي يشوف الفيديو ما ينساش يدعي لإخواتنا في فلسطين. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم أرنا نصرا قريبا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن أواهم، وعليك باليهود ومن مدهم يا رب العالمين. دي أول حاجة. طيب، النهارده الحلقة جاي اتكلم في موضوعين. الموضوع الاولاني طبعا جاي بكلم اخواتنا الزملكاويه اللي فرحانين طبعا من بعد مباراه صن داونز والنادي الاهلي في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا. والحاجه الثانيه طبعا اللي حابب اتكلم فيها هي بيراميدز، انه اتاهل للمباراه النهائيه وهيلاعب صن داونز. طيب، في البدايه كده نتكلم في موضوع الزملكاويه اللي هم طالعين طبعا من بعد الخساره. ان شاء الله باذن الله احاول بقدر الامكان وبقدر ما نستطاع ان انا ما اطولش معاكم في الحلقه دي عشان ما تزهقوش، وان شاء الله باذن الله اكون ضيف خفيف على حضراتكم. ولكن انا جاي اتكلم في الموضوعين دول، الا وهو نبدا الاول بموضوع الجماعه الزملكاويه. طيب، انا بس حابب اسال الاخ الزملكاوي، هل انت بما يرضي الله اللي في فرقتك ده، هل انت بيجي لك نوم؟ معلش هنقف وقفه بس ايه بسيطه كده، ووقفه كده مع النفس كده واحده واحده. هل انت بيجي لك نوم؟ هل انت بيجي لك نوم؟ اخر نهائي لعبه في دوري ابطال افريقيا ضد سان داونز ده بالمناسبه لما تيجي اللوجو بتاعه كده ما كانش معلق نجوم. لما جه علق النجمه دي خدها من حضرتك انت. النجمه دي خدها من حضرتك انت 2016. تمام. انا بقى بتحدى اي فريق في العالم، يكون عنده نفس اللي عند الزملكاويه من وقف قيد ولاعيبه، تمام، والكحرطه اللي فيها النادي، ويكون شاغل نفسه، مش شاغل نفسه بقى، شاغل دماغه بالفريق الاخر، بالمنافس الاخر. انا اتحدى اي فريق يكون عنده نص المشاكل اللي عند اخواتنا الزملكاويه ويكون بيعرف ينام على الاقل، يكون بيعرف ينام. مدى 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 كرهك للنادي ده اهو، مدى كرهك للنادي ده والشعار ده. كل لما تشوف الشعار ده خلاص بقى كابوس في حياتك. انت مش شايف الا الخساره للنادي ده، ومش باصص بقى على دارتك ولا باصص على اللعيبه اللي بتتخطف منك. انت بكره وبعد هتصحى مش هتلاقي لعيبه اساسا، وهيقفلوا النادي وهيروحوا وكل واحد هيقعد في البيت يزقز لب. انت مش شايف كل ده، وشايف ان انت دايما مركز مع الخصم، ومش اي خصم طبعا. انت بتتكلم اكبر نادي في افريقيا، بل بالشرق. شاغل دماغك عزيز الزملكاوي بطاطس، شاغل نفسك انا نفسي تشغل تكون انت خليك في نفسك. شوف وضعك انت فين. انت انا زي ما قلتها، انت مش نافع في اي حاجه، انت بس ايه كل همك ان طب ما تشجعوا يا جدعان الاهلي. يا جدعان ليه تشجع الزمالك طالما انت مش مهتم بالزمالك ومش مهتم بادارتك ولا مهتم بلعيبتك ولا مهتم ببطولاتك؟ خلاص يا باشا تعالى شجع الاهلي وخلاص وعديها. طب اقول لك يا عم بلاش الاهلي، شجع اي فرقه، شجع انبي، غزل المحله، بس عرفنا ان انت ايه انت خلاص انت في حاجه ومركز فيها. انما انا ولا اعرف انت بتشجع ايه، ولا انت كل مره معايا. طب اهو انت مش لبست فلان صن داونز قدام الاهلي يا عم؟ حلو. هل في بيراميدز هتلبس فانلة صن داونز؟ ما هو لا طبعا، لا. يبقى انت خلاص انت كرهك رايح للنادي ده، موجه للنادي ده. عشان كده النادي ده مش شايف حد ولا هيشوف حد، لان هي قاره كلها باكملها ما فيهاش نادي وحد ربنا عليه العين الا ده. هو ده اللي مشرف افريقيا، مش هقول لك مشرف مصر، مشرف افريقيا. فانا عايزكم تهدوا كده يا جماعه كده، وكونا كومب موجود والله في الصيدليات. ما حدش قال ان كونا كومب خلاص مع علاج مش موجود، لا هو موجود. انت هات لك انبوبه يا حبيب قلبي، كل ما الاهلي يلعب كده في بطوله ولا حاجه ادهي، خد لك لحسه عشان تخف شويه، لان الواضح مش هتخف اصلا. ده مرض